جميل قوي ان فريق عربي يبقى على مشارف التأهل للدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية. الهلال حقيقي رفع راسنا، الهلال رفع راسنا، لكن للأسف واجهه خصم سخيف. مش فلومينينزي، فلومينينزي فريق كويس وكل حاجة، لكن الخصم السخيف هو الإرهاق والاستنزاف البدني الفظيع. الهدف الثاني لفلومينينزي يوري لك قد ايه الهلال انهار بدنيا، خارج من مباريات مرعبه. لعب قصاد ريال مدريد، سالزبورج مش فريق قليل، كسب باتشوكا، لعب قصاد فريق من اعتى فرق القاره الاوروبيه وتغلب عليه 4-3 وهو مانشستر سيتي. وما ادراك ما مانشستر سيتي بقياده جوارديولا وكتيبه النجوم. والماتش كان ثقيل جدا بدنيا وتكتيكيا وذهنيا، وقدر الهلال يتخطاه، فراح يقابل فلومينينزي وهو في أسوأ حالة بدنية وذهنية. الهدف الثاني لفلومينينزي هتشوف قد ايه اللاعب البرازيلي القوي هو اللي خطف الكوره وراح وسدد وكمل عليها وعمل الفولو وسجل هدف. ده بيوري لك ان لعيب واحد واقف على رجله قد ايه يقدر يعمل فارق قصاد فريق كامل من النجوم المنهارين بدنيا. الزعماء مشجعي الهلال لازم يفخروا بفريقهم زي ما الاهلي لازم يفخر بفريقه، ولكن هنا عندنا وقفه. الاهلي عمل مسيره معقوله والهلال عمل مسيره جباره، والفرق حاجه واحده بس. طبعا الكواليتي والفلوس والقيمه السوقيه شيء لازم يتاخد في الحسبان، ولكن الفرق الوحيد هو ياسين بونو. وجود ياسين بونو في فريق الهلال اداله ثقل وقدرة على الاستمرار مش موجودة عند الأهلي، لأن ياسين بونو في مباراة ريال مدريد قدر يتصدى لضربة جزاء لو تم تسجيلها كان ممكن الهلال معنويا ينهار ويخرج من البطولة، بل إنه أعاد الأمل وحط نفسه وحط الهلال كتف بكتف مع ريال مدريد، الفريق العظيم الرائع صاحب الشعبية الجبارة في أوروبا. دور ياسين بونو اللي ما ينفعش حد يغفله في مواجهة مانشستر سيتي خلت طول الوقت الهلال له امل وعنده قدره على العوده لتصديات اعجازيه. طبعا اتوجت باللقطه الماستر سي، التعامل الاعجازي مع الانفراد، واللي اعتقد هتفضل عالقه في اذهان الناس لفتره مش قليله. ياسين بونو قدر يوصل بالهلال لدور الثمانيه، وانا بقول لك لو قدر الهلال انه يوصل بفلومينينزي لضربات الترجيح كان هيوصل لدور الاربعه. ياسين بونو مميز جدا من ايام ما كان في اشبيليه واتلتيكو مدريد، حارس حقيقي قادر يترجم مقوله الحارس نص الفريق. من تاني بقول لجمهور الهلال ما تتضايقش خالص من الخروج، انت عملت مشاركه اعجازيه انا كراجل اهلاوي بشكرك عليها، وكمان بقول لاخواتي جماهير النادي الاهلي ما تتضايقوش، احنا حطينا رجلنا في معترك قوي جدا وعرفنا الطريق، محتاجين بس شويه تظبيطات كده نوصل لمكان بعيد جدا فرح العرب كلهم ما عدا اخواتنا اياه. السلام عليكم.